السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. في الحقيقة إن النهاردة هي حلقة استثنائية لأنها هتكون عن بلدي قرية أتميدة اللي بفتخر إن أنا منها. أكتر مكان بحبه اللي عشت واتربيت فيه وليه فضل كبير عليا وذكريات كتير ما تتنسيش، فحبيت إن تاريخها يكون متوثق في فيديوهات عشان الناس تعرف عنها أكتر. المرة دي مش أنا بس اللي هتكلم، أنا خليت الناس هي اللي تحكي لنا عن البلد وتاريخها عشان يكون في مصداقية من ناس عاشت وشافت الحياة دي فعلا. فكنت بسأل ناس كتير أكتر حتى من اللي موجودة في الفيديوهات، فاعذروني لو حد قابل معلومة شايف إن عليها جدل، بس أنا حاولت على قد ما أقدر إن أتأكد من المعلومات دي، لأن بالنسبة لي أنا ما عشتش معظم الأحداث دي. وحتى عشان كده كنت براعي إن الناس اللي تظهر في الفيديو يكون في اختلاف في مهنة كل شخص والعيلة والمنطقة اللي عايش فيها، عشان نقدر نكون رؤية كاملة عن شكل الحياة زمان في البلد كان عامل ازاي. هو مش هيكون فيديو واحد، هي هتكون سلسلة فيديوهات عبارة عن 6 أجزاء. ودلوقتي نبدأ بالجزء الأول، يلا بينا. قرية أتميدة هي إحدى قرى مركز متغمر في محافظة الدقهلية. تحدها من الشمال قرية سنفا ودموس، ومن الشرق قرية تحى المرجى التي تتبع محافظة الشرقية، ومن الجنوب كفر الهجرسي وعزبة حنوش وقرية قليلة، ومن الغرب قرية البوهة وسمبو مقام. تحتوي القرية على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وبتشوف فيها الطبيعة اللي بتخليك تحس براحة نفسية، زي شكل الندى على الزرع في وقت الشروق، أو إن أنت تبص بعيد ومش شايف غير لون أخضر ومشهد غروب الشمس وسط البيوت. وكمان فيها تنوع، يعني ممكن تلاقي عمارة مبنية بأحدث مواد البناء وجنبها بيوت مبنية بالطين، تحس فيها بالزمن الجميل والحياة البسيطة. أتمدة دي مش قرية عادية، وليها تاريخ عريق ومرت بأحداث كتير محفورة في الذاكرة، وعشان كده بقت من أشهر القرى اللي موجودة في مصر. يعني عادي جدا لما حد يسألك يقولك أنت منين، مش هتقوله من المنصورة ولا متغمر، هتقوله من أتميدة. ودي وثيقة من سنة 1910 واتذكر فيها اسم أتميدة. بس قبل ما نعرض جزء من تاريخها، تعالوا نعرف ايه هو أصل كلمة أتميدة وليه اتسمت كده. قبل الاحتلال الانجليزي ما كانش فيه بلد اسمها تميده، كانت بيسميها باسم كفر وليله. تميده دي اتسمت على اساس ان المعسكر الانجليزي كان منتصف نقطه لتصل السنبلاوين بمضغم، واللي تصل بين المنصوره بنها وبين الزقازيق طنطا، نقطه المنتصف بالضبط، فسموه أتميديا اللي هي المنتصف، فطورت الكلمة إلى أتميد، بدل ما كانت أتميديا أصبحت أتميد. وبعد ما عرفنا ليه أتميدة اتسمت كده، تعالوا نشوف ايه أهم المناطق السكنية اللي بتتكون منها. خلونا نبدأ بأشهر شوارعها، وهو شارع 10. الشارع ده كان زمان بيعدي فيه ترعة اسمها ترعة أبو نجاح، لحد ما الترعة دي اتردمت والبيوت والمباني اتبنت مكان شط الترعة. بس يا ترى ليه شارع 10 اتسمى كده؟ يقيسوا المباني اللي اتبنت حوالين الترعه دي ومساحه الترعه، لقوها 10 متر. فقال يبقى الشارع ده هنسميه شارع ايه؟ شارع 10، على اساس اتساع الشارع او عرض الشارع. يعني حاليا دلوقتي الشارع الوحيد في اتميده اللي هو 10 متر. ولما تتحرك من شارع 10 عن طريق أي شارع جانبي هتوصل لمنطقة وسط البلد أو حي الشطة. بس الغريبة إن حي الشطة ما تسماش كده عشان له علاقة بالشطة أو حاجة، هو اتسمى كده عشان حاجة تانية خالص. مثلا الاول الشط، يعني شط البحر، شط البحر بقى اتأولت بقى، قلت ايه لما تقدم البحر بقى ومعاك شط البحر سموها الشط. ولما تخلص حي الشطة وتعدي كام حارة هتوصل لحي تاني ما يقلش أهمية عن الشطة، وهو حي الزنقلة. فيا ترى ليه الزنقلة اتسمت بالاسم ده؟ سميت الزناقلة لأن كانت في عيلة كبيرة اسمها عيلة الزنكل. عيلة الزنكل دي محمد الزنكل وإبراهيم الزنكل وجماعة الزنكل دول،
فسميت الحاره دي حاره الزناقله، حاره الزناقله يعني. ولما تنتهي من جولتك في حي الزنقلة وتبدأ تتحرك وتروح لحي المشروع هتقابل العرقوب. والعرقوب دي جاية من وتر العرقوب اللي موجود في القدم، وده معناه في الطرق الجزء المنحني من الشارع، وعشان الدوران اللي فيه وبنفس فكرة التقاء القدم بالساق اتسمى العرقوب. فتعالوا نعرف ايه حكايته. جاي طبعا بدوران، ده ماسك 3 ناصيات، ناصيه طالعه على الزراعيه، وناصيه طالعه على الايه، على الخوله والجنادوه كده، وناصيه طالعه على الايه، على الكوبري كده، كوبري المشروع. فهم احنا نوعى يقول لك ان هي دي العرجوب. يعني ايه العرجوب؟ الناس بقى ايه حبوا يسموها كده، بيروحوا يقعدوا بقى ايه، اللي عنده بلح بيقعد به، اللي عنده جته زرع جته، خيار، ملوخيه، باميه، يقوموا بقى ايه يسموها العرجوب. يعني اللي عاوز يروح يشتري ومفيش عنده، بيروح يلاقي الحريم قاعد بالحاجات ديت، يقول لك ايه على العرجوب. لما تكمل طريقك وتعدي العرقوب هتوصل لأكبر أحياء أتميدة من حيث المساحة، وهو حي المشروع. زمان كانت أتميدة فيها كميات كبيرة من المية، فكان لازم يتعمل ترعة، فاتعملت ترعة المشروع، وكانت الترعة دي تعتبر مشروع للحفاظ على المية. سمي المشروع ليه؟ لأن كان لما بيغرق كان بيملى البلد مية، كانت بلدنا دي كلها مية، فراحوا جايين فاحرين المشروع ده علشان ايه؟ ياكل البلد من المية دي. وفي الجهة التانية من البلد موجود حي الأنطرة. والأنطرة في المنشآت الهندسية بتكون عبارة عن جسر واخد شكل قوس ومبني فوق ترعة أو نهر، وأشهر حاجة معروفة بالشكل ده هي القناطر الخيرية. بس يا ترى كان في أنطرة موجودة في الحي ده فعلا؟ كانت في فعلا قنطره هناك جايبه الميه من عند عكارج، طالعه نازله كده على القنطره، على البكروه، على الحناجره، على ابو جنديه، على سنفه. عينين كبار كده ومبنيين، وكان لهم يعني الميه بتخش من العينين الاثنين دول يعني. فكانوا عاملين عليها جنطره مبنيه بالطوب، مبنيه بالطوب، بناء جيد جدا، فسموا حي الجنطره بهذا الاسم نسبه الى الجنطره اللي هي دلوقتي اتردمت واصبحت دلوقتي ايه، ما عادش موجوده يعني. الأحياء اللي اتكلمنا عنها دي كلها موجودة في داخل البلد، بس أشهر الأحياء اللي موجودة على الطريق الرئيسي هنلاقي مثلا حي الزراعية. وكلمة الزراعية دي كلمة محرفة من زراعي، ده لأن الطريق الأسفلت اللي بيمر بالقرى اسمه طريق زراعي، ولكن اتحرفت الكلمة من زراعي للزراعية. الزراعية برضه باسم الزراعية لأن الأسفلت ماشي في وسطها، اللي هو طريق متغمر السنبلاوين، ده الأسفلت، فالحي ده اسمه الزراعي. الزراعية دي بقى فيها 2 من الأحواض الزراعية اللي معروفة بخصوبة أراضيهم، وهو حوض السرو وحوض الهيشة، واللي بعد كده الناس عاشت فيهم وبقى فيه أحياء باسمهم. تعالوا نعرف إيه قصتهم. ان هي حوض زراعي اسمه الهيشه الغربيه والهيشه الشرقيه، وحوض اسمه السير، وحوض اسمه البهمريه. مين اللي سمى الكلام ده؟ الكارت الزراعي. على فكره ابويا شار الارض مكتوبه فيها الهيشه الغربيه. من ايه؟ خليك معايا، من بتاع محكمه المنصوره، السجل الاخضر. السو والهيشه ديت اسماء يعني احواض زراعيه، نقدرش نقول ازيد من الهيشه الغربيه والهيشه الشرقيه. والسو دي مناطق كانت اخصب اراضي تميم. السرو اصلا حوض من احواض الزراعيه، الاحواض الزراعيه بتاعت اتميت. يعني مثلا هنا حوض السرو والهيشه المشاع، دي احواض زراعيه متسميه حسب الخريطه الزراعيه لاتميت. وكان كل حي بيتكون من حارات، وكانت كل حارة بتكون ليها بوابة، وكانت البوابة بتتعمل كنوع من زيادة الأمن. والحارات دي كانت بتتسمى على اسم أكتر عيلة عايشة فيها، زي حارة العيلة، وحارة الموامنة، وحارة الكرابلة، وحارة السيسي، وحارة أبو حسين، وحارة الخولي. سموها حارة العيلة عشان عيلة علام أكبر على هناك.
سمت حطب أبو حسين. العين كان فيها أبويا محمد أبو عبد الحليم أبو حسين فيها، وكان هو يعني في أول الحارة، وكان لها بوابة بتنقفل البوابة وغفير معها عصاية غفير على الحارة. حاره الخولي كانوا بيحطوا عليها فانوس، وعندنا بوابه بيقفلوا من البوابه دي اخر الليل. احنا تصدق ان احنا كنا عاملين ان احنا عندنا غفر عاملينها من العيله، على لما قالوا ان في حراميه بتسرق وبتاع وبالليل نحاس وبتسرق الكلام من ده، قلنا احنا ما يهمناش موضوع الايه غفر الحكومه، احنا عندنا ايه نعمل غفر مننا فينا. كانت الحارات والبوابات بتاعت البلد كل عيلتين ثلاثة أربعة عاملين حارة طويلة وفيها باب بضبة خشب تقفل، وكانت الطواحين موجودة. فعلى باب الشارع الطاحونة موجودة بيدور فيها لا مؤاخذة البقرة والجاموسة تطحن الذرة والغلة. ما كانش فيه مكان زمان إلا البسيط. ودي مش كل أحياء وحارات البلد، يعني في مناطق اتعرفت بأسماء المساجد زي مسجد النور اللي اتأسس سنة 1996 بتبرعات من الأهالي. هو طبعا ما مرش على إنشائه أكتر من 30 سنة، ولكن بتحس إنه من المساجد التاريخية في البلد. ومسجد التليتي يعتبر من أشهر مساجد القرية، وكمان موجود في وسط البلد، وتسمى كده نسبة لسيدي محمد التليتي. مسجد التليتي من المساجد العريقة في بلدنا، ولله الحمد والشكر. كان العمود الأول في هذا المسجد الله يرحمه الشيخ عبد العظيم، والشيخ عبد العظيم كان إمام وخطيب المسجد بقرار من الشيخ الشعراوي، لأن قال له أنت عاوز تروح فين يا شيخ عبد العظيم؟ قال له زي ما أنت شايف. قال أقرب مسجد لك فين؟ قال له التليتي. قال له يلا اطلع التليتي. ومسجد الزنقلة اللي حاليا بيتم تجديده، وتم إطلاق اسم أحد شهداء حرب أكتوبر على المسجد، وهو النقيب محمد أبو صبيحة. ومسجد السادات، وده اتبنى على أرض اشتراها الحاج منصور محمد أبو جميلة، واتبنى المسجد عن طريق الجهود الذاتية، واللي كان بيقوم بجمع التبرعات هو الأستاذ السيد منصور أبو جميلة. واتسمى مسجد السادات لأنه اتبنى سنة 1973 مع نفس فترة حرب أكتوبر. ومسجد التجاني اللي اتبرع بالأرض اللي هيتعمل عليها المسجد هو الحاج إبراهيم عبد الله الخولي، اللي كان بيتبع الطريقة التجانية، ودي طريقة صوفية بدأ ظهورها في المغرب. فأرسل الحاج إبراهيم الخولي إلى شيخ الطريقة التجانية محمد الحافظ التجاني، اللي كان عايش وقتها في حي المغربلين في القاهرة، واستجاب فعلا لطلبه، ووصل أتميدة ووضع حجر أساس المسجد سنة 1952، وتسمى باسم ابنه أحمد التجاني. وتم افتتاح المسجد سنة 1957، وبعد كده تم تجديده سنة 1995 عن طريق الحاج محمود عطية البرهمطوشي. ومسجد الحسين اللي اتبنى سنة 1977، وده كان تبرعات من الأهالي تحت إشراف الحاج عبد الفتاح الأسور، اللي توفى بعد بنائه سنة 1979. وتمر السنين وابنه الحاج بكر عبد الفتاح الأسور يكمل المسيرة، وكان مفوض من وزارة الأوقاف لتجديد المسجد، وبالفعل تم تجديده وإعادة افتتاحه في مارس 2023. ومسجد الجندي، المسجد ده كان مكان دوار العمدة، عشان كده اتعرف بين الأهالي باسم مسجد العمدة، بس هو اسمه في وزارة الأوقاف مسجد الفتح الإسلامي، وتم افتتاحه سنة 2008. ومسجد المغربي واللي اتسمى كده نسبة لسيد محمد المغربي، وكان المسجد ده زمان مبني من الخشب، وكان معروف بالخشب. وجينا سنة 70 عرض علينا الحاج سليمان الشامي صاحب المصانع في القاهرة شبرا الخيمة، قال أنا عايز أبني لكم المسجد ده، ههد المسجد وهاخد الخشب أبيعه وهكمل على ثمنه، على ثمن الخشب، وابني لكم المسجد وأسسه لكم.
فأهل المسجد وافقوا مع هذا الكلام. وبالفعل تم بناء مسجد المغربي، وموجود في البلد برضو مسجد الحاج طيب، اللي اتسمى كده نسبة للحاج طيب علي عمار الراس، اللي بنى المسجد على نفقاته الشخصية، وده كان في بداية التمانينات. والحاج طيب اتوفى بعدها بفترة قليلة. الراجل كان في حاله وما كانش ربنا سبحانه وتعالى ما ارزقوش بذريه، فبنى المسجد. ومسجد الشيخ عبد الله الجسوري اتأسس سنة 1955 عن طريق الأهالي، والشيخ عبد الله الجسوري كان له مكانة خاصة عند أهل البلد، عشان كده اتعمل له مولد خاص بيه، وتم تجديد المسجد سنة 2017. ومسجد أبو جبل، وده لأن اللي قام ببنائه هو الحاج علي مصطفى أبو جبل سنة 1957، وتم تجديده سنة 2014. والحاج علي أبو جبل كان ناصري، فعشان كده الاسم الرسمي للمسجد في وزارة الأوقاف هو مسجد مؤسسة جمال عبد الناصر، ولكن هو معروف بين الأهالي بمسجد أبو جبل. وما ننساش إن الحاج علي أبو جبل عمل مدرسة بجوار المسجد. عمل مدرسة والجامع، وقف لهم 3 فايدين كمان يصرف عليهم، هما محطين عند الكافر دلوقتي. واتسمت المدرسة باسم الميثاق الوطني، ولكن بعد كده الاسم اتغير إلى مدرسة أبو بكر الصديق. ففضلت مدرسة الميثاق الوطني بقت مدة سنوات لغاية يعني ما ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي أنني أغير الاسم، فقلت أتوكل على الله أغير، وباسم مين؟ أغير المدرسة باسم مين؟ فكان يعني اللي ربنا أكرمني به سيدنا أبو بكر. ده غير بقى مسجد سيد المرسلين اللي اتأسس سنة 2007 على روح الأستاذ الدكتور سامي نصر السيد، رئيس قسم الفلسفة الإسلامية في جامعة عين شمس، واللي ساهمت في بنائه هي زوجته الحاجة عفاف خضر السيد. في كثير من الأوقات ما نقرأ الفاتحة للحاجة عفاف، لأنها كان المكان اللي اتبنى فيه المسجد ده ما كانش أرضه، ده كانت هي واخدة الحتة اللي ورا، لكنها قالت لأخوها المحترم اللي احنا بنحبه برضك الحاج عبد العزيز، قالت له يا حاج عبد العزيز انت واخد الحتة القدامانية، ما تديني الحتة القدامانية ابني فيها مسجد وخد الحتة التانية. قال لها حاضر يا أخي. راحت واخدة الحتة ديت وبدأت في بناء المسجد، وده تخليدا لمين؟ للدكتور سام، لأنه كان زوج الحاج عفاف وهي كانت مخلصة له. ومسجد أبو طه بناه الشيخ سيد أحمد المنيزع، وهو من علماء الأزهر الشريف، وقام باستضافة الشيخ أبو طه لأنه كان من خارج البلد، واتعمل له مقام بعد وفاته، وده اللي المسجد اتسمى على اسمه. وحي أبو طه هو من أقدم أحياء القرية. ومسجد العمري اللي اتبنى عن طريق الأهالي، واتسمى كده نسبة لضريح الشيخ عمري. ومسجد الشيخ علم الدين الوفائي، وده شيخ من المغرب وله ضريح في المسجد. والمسجد ده زمان كان مبني من الطوب اللبن، وتم تجديده في الستينات عن طريق الأهالي. وفي مساجد تانية كتير، بس لازم نقف شوية عند واحد من أقدم المساجد في تميدة، وعشان كده قلت أختم بيه، وهو الجامع الكبير، واللي كان في البداية عبارة عن زاوية خشبية، واتبنى سنة 1900 عن طريق الأهالي، واتجدد أكتر من مرة. كان عبارة عن مسجد عادي والصحن بتاعه صحن كويس ومفروش بالحصير، مفروش بالحصير وكل حاجة، والمنبر بتاعه لا يوجد له مثيل. مسجد الجامع الكبير اللي بناه الحاج شمس النجار كبير عائلة النجارين في أتميرة، وتبرع بأرض من أرضه، زائد مساعدة الأهالي بدأوا يساعدوا معاه وبنوا هذا الجامع. والجامع طبعا كبير كلكم عارفين، كان هو صاحب المبنى المشهورة في البلد، أعلى مبنى في البلد، وتم تجديد هذا المسجد حديثا عن طريق وزارة الأوقاف. وآخر تجديد للجامع الكبير كان سنة 2018، وموجود بجوار المساجد أو بالقرب منها مضايف أو دار مناسبات، أو بلغة أهل البلد المد. احنا كنا بنسميها زمان المد، ليه؟ عشان بتاخد الناس كلها تمد فيها وتقعد. وموجود في تميدة 6 مضايف، تعالوا نعرف إيه هم. مضيافة عائلة الجندي أو مضيافة العمدة بيسموها يعني، ومضيافة الخولة،
ومضيافة الزناجلة ومضيافة التليتي، خد بالك، ومضيافة الجامع الكبير اللي كانت اسمها مضيافة الزكايبة، ومضيافة الشيخ المزاري، مضيافة المزاري. حوالي 6 مضايف في البلد يعني. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول عن قرية أتميدة وأحيائها ومساجدها. استنونا في الجزء التاني واللي هنتكلم فيه عن أهم المؤسسات اللي موجودة في البلد وإزاي تم إنشائها. شكرا ونشوفكم في حلقة جديدة.